اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ونحن مقبلين على شهر جمادى الأولى، وهذا الشهر ولسلامة هذا الشهر في صلاة. هذه الصلاة من ركعتين تصلى نهارا، هذه الصلاة، وهذه الصلاة من ركعتين. تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة واحدة، 30 مرة سورة التوحيد قل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد مرة، وإنا أنزلناه في ليلة القدر 30 مرة، ثم يتصدق بما يتيسر باللي يقدر عليه إن شاء الله. الرواية تقول يشتري بذلك سلامة الشهر إن شاء الله. طبعا مكتب السيد السيستاني الله يحفظه أصدر أنه يوم الخميس هو اليوم الأول من جمادى الآخرة، عفوا الأولى، ومكتب السيد صادق الشيرازي أيضا يوم الخميس أيضا هو اليوم الأول من جمادى الأولى إن شاء الله. خلينا ناخذ كم سؤال، وابدأ بسؤال من هذه الأخت تقول: أنا مرة ألبس حجاب قدام رجل أختي ومرة لا، يعني شنو السبب؟ تقول لي أن هو كبير. زين، شنو مرة إي ومرة لا؟ يعني مرة حلال ومرة حرام؟ شنو هالكلام هذا؟ الحلال حلال والحرام حرام. رجل أختك إي حرام بعد، كنت تلبسين حجاب أمامه، والحجاب الكامل. إذا يعني كنت تخافين الله سبحانه وتعالى وملتزمة بالأحكام الشرعية فحرام، كن لازم تلبسين حجاب كامل، حجاب كامل. زين، هذه الأخت تقول: هل يجوز البنت تصلي قضاء ما في الذمة عن أباها؟ تقولوا مع وجود الابن الأكبر. زين، هي متبرعة أنه تصلي، طبعا هو واجب على الابن الأكبر أن يصلي ما فات أبيه، طبعا عن عذر، مو واحد 60 سنة أبوه مصلي ويقول تعال صلوا له، لا مو هيجي، ما فات أبيه عن عذر. زين، هذه الأخت تقول أخويا موجود عنده شغل ما يقدر تعبان وأنا أريد أصلي، يصير؟ أي نعم، شنو المشكلة؟ صلي، والصلاة إن شاء الله مقبولة ومجزية. هذا الأخ يسأل وأختم به أنه يسأل عن الوزغ، احنا نسميه بريعصي هسه بعد ما ادري، هذه ماشيه متداوله بين عوام الناس، انه في الفقه يسمى الوزغ. زين، هذا الوزغ يقول طاهر ام نجس؟ الوزغ طاهر اخواني، الوزغ طاهر حيا كان او ميتا، يعني حي ميت هو طاهر. واضح ان شاء الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى التفقه في دين آل محمد، ولا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم.